تعالوا بقى شوفوا الحاجات الحلوة اللي أنا عملتها لكم النهاردة. ألوان مبهجة وطريقة تشكيل سهلة وبسيطة. هنعمل النهاردة المانجاونة بطريقة سهلة جدا، هي قريبة قوي من البريوش أو الشوريك، بس هنعملها النهاردة ملونة ومبهجة كده زي ما انتوا شايفين، وكمان محشية وبطرق تشكيل مختلفة. إن شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة بحب أجهزها هي الخميرة. تلت كوباية من المية الدافية، معلقتين كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هقلبهم شوية مع بعض وبعد كده أغطي الطبق وأسيب بقى الخميرة كده على جنب لمدة دقيقتين أو 3 دقايق. بعد حوالي 3 دقايق هتلاقوا كده إن الخميرة عملت طبقة سميكة كده من على الوش، أو فقاعات كبيرة كده من على الوش. كده الخميرة بقت جاهزة. في العجان أو تعجنوا بإيديكوا زي ما يريحكوا. هضيف 4 كوبايات كبار ونص من الدقيق، دي متعدد الاستخدامات ومنخول. عليه ربع كوباية من الحليب البودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان نص كوباية من السكر البودر. عجينة المانجاونة بتبقى مسكرة فهنضيف كده كمية من السكر. قلبت المواد الجافة شوية مع بعض، وبعد كده هضيف حبتين من البيض. لو المقاس صغير يبقى حبتين، أو لو الحجم كبير بتاع البيض يبقى بيضة واحدة. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الخل و3 معالق كبار من الزبادي، والخميرة خلاص بقت جاهزة أضيفها على باقي المكونات. ابتدي بقى دلوقتي أعجن العجينة بتاعتي وهلمها بيدوب 3 معالق كبار بس من المية الدافية أو الحليب الدافي. المانجاونة ما تنفعش من غير زبدة، فهستخدم نص كوباية من الزبدة. الزبدة مهم جدا تكون طرية. هضيفها معلقة بمعلقة كده وأنا بعجن العجينة، وبعد كده هعجن العجينة لمدة 10 دقايق كاملين علشان تديني عجينة طرية جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كمان شكلها جميل ازاي؟ مظبوط قوي. هشكل بقى العجينة على شكل كورة كبيرة، وبعد كده هبتدي أقسمها لنصين قد بعض بالظبط. هاخد أول قطعة أشكلها على شكل كورة كبيرة، والقطعة ديت هي اللي احنا هنشكلها يكون شكلها أبيض. والجزء التاني شكلته على شكل كورة كبيرة وقسمته ل4، ودوت اللي احنا هنلونه. وبعد كده هاخد كل قطعة أشكلها على شكل كور. كده مظبوط قوي. طبق كبير أدهنه بدهنة بسيطة من الزيت، وبعد كده أحط العجينة الكبيرة أدهن وشها بالزيت وأغطيها بستريتش راب. وبعد كده العجين التاني نبتدي بقى نلونه الألوان اللي انتوا بتحبوها. ابدعوا بقى في الألوان. أنا استخدمت اللون الأولاني اللي هو الأحمر. هستخدم ألوان طعام صحية جل. ابتدي بقى اعجن كويس جدا جدا لحد ما لونها كلها يكون واحد. كده مظبوط قوي. احطها في طبق وبعد كده اغطيها برضو بالستريتش راب، ونكرر بقى نفس الخطوات ديت مع باقي كميه العجين اللي عندنا. انا استخدمت الاحمر والازرق. اهم حاجه ان احنا نعجن كويس قوي علشان كلها تكون لون واحد. استخدمت كمان اللون البنفسجي، واستخدمت كمان اللون الوردي او البينك. كده خلاص العجين بتاعي بقى جاهز. ابتدي اغطيه واسيب بقى العجين لحد ما يخمر لمده ساعه او ساعه ونص. المهم ان حجمه يتضاعف. هاخد بقى كده اول واحده البيضه من غير ما اخرج منها الهواء ولا اي حاجه. ابتدي اقسمها برضو الكور، وهاخد اول كوره اقسمها لاتنين بس لان كده حجمها هيكون مناسب قوي. اخد اول قطعه ابتدي افردها كده وابططها كويس، وبعد كده هنحشيها بالفواكه المجففه، او ممكن كمان نحشيها بالزبيب، يعني اللي انتوا عاوزينه. بس الفواكه المجففه اديتها طعم حلو قوي. انا استخدمت المشمشيه واستخدمت القراصيه، قطعتهم قطع صغيره كده زي ما انتوا شايفين. احط كده الفواكه المجففه في النص، وبعد كده ابتدي اقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده. نقفل بقى كويس قوي، وبعد كده نظبط الشكل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، ونلف بقى اللفه التقليديه بتاعت المانجاونه. كده مظبوط جدا. هوزع كمان من على الوش شويه كده من الفواكه المجففه. وكده خلاص اول واحده بقت جاهزه معايا. ارصصها بقى في صواني تحتيها ورق من الزبده او مدهونه بالزبده. القطعه التانيه حطيت فيها او حشيتها كده بالزبيب، ونفس الفكره برضو نقفل كويس قوي ونظبط الشكل بتاعها، وبرضو نلفها نفس اللفه. كده مظبوط جدا. وبرضو هوزع شويه كده من الزبيب من على الوش. نعمل بقى شكل تاني. ناخد كده قطعة وبعد كده نلفها لفتين من كل طرف، وبعد كده نلف كده مع بعضهم يبقوا ماشيين كده مع بعض علشان شكلها يكون مظبوط. كده مظبوط جدا. الشكل ده كمان بيبقى حلو قوي في المانجاونة. نعمل بقى شكل الضفيرة. 3 قطع كده طوال قد بعضهم، ونلف بقى الضفيرة كده عادية خالص. ممكن بقى نلفها على شكل وردة، بس أنا هعملها كده مفتوحة. بس الحتة بقى اللي أنا قفلتها ديت ما كانتش عجباني، فهقفلها بحتة كده من العجين علشان شكلها يكون مظبوط. أول صينية بقت جاهزة هغطيها وأسيبها بقى تخمر لمدة ربع ساعة. العجين الملون معايا خلاص بقى جاهز واختمر معايا وبقى مظبوط جدا. هلف أول واحدة عادية خالص اللي هي اللون الأحمر، والأزرق هلفه كده زي ما انتوا شايفين، نفس اللفة اللي أنا لفتها معاكم في فيديو البريوش،
على شكل وردة زي ما انتوا شايفين كده، شكلها كمان بيبقى عسل قوي. الضفيرة بقى أخدت كل قطعة كده ملونة وفردتها كده زي ما انتوا شايفين، ونبتدي بقى نلف ضفيرة عادية خالص. كل ما كانت العجينة مظبوطة تحت ايديكم كل ما هتخليها كده سهلة ان انتوا تشكلوها اي شكل انتوا عاوزينه. نقفل برضو كويس قوي. بالنسبة بقى لخليط الدهن، صفار بيضة واحدة مع الحليب والفانيليا، ونقلب كويس قوي، وندهن بقى كده وش المنجقونة مع رشة بسيطة من السكر. وكده خلاص الصواني بتاعتنا بقت جاهزة. تدخل الفرن درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، وهتقعد بالظبط ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير. ممكن نشغل الشواية وممكن لأ، ممكن كمان تاخد اللون الحلو دوت أثناء التسوية في الفرن، يعني مش لازم إن احنا نشغل الشواية، بس شكلها بيطلع جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. أنا هديها دهنة بسيطة قوي من مربى المشمش، اديتها لمعة حلوة وطعم كمان حلو قوي. شايفين بقى شكلها جميل ازاي، والعجينة طرية وخفيفة وهشة، مش قادرة أوصف لكم جميلة قد إيه. لازم تجربوها بالطريقة ديت. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. مستنية رأيكم فيها وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا وباي باي.